الأهلي يعود للصدارة ولو بالشراكة مع الزمالك والمصري. الأهلي بدأ المباراة بضغط عالي جدا منتشي من مباراة القمة. أحرزنا هدف مبكر ولكن ألغي لداعي التسلل. بعدها محمد هاني بينطلق من ناحية اليمين وبيستقبل كوكا العرضية في الزاوية الميتة للحارس. للأسف حسين بيخرج مصاب وبينزل مكانه قفشة. بعديها زيزو بيقف على كورنر بيلعبها عرضية متقنة على راس ياسين مرعي اللي بيركنها في البعيدة. وبعديها زيزو بينطلق من ناحية اليمين بعرضية قوية جدا يستقبلها محمد شريف في المرمى زي ما احنا شايفين، والنتيجة بقت 3-0. لكن كهرباء الإسماعيلية رجع بكرة عرضية من ناحية اليمين من عند محمد هاني، دخلت بصراحة من زاوية ميتة. وبعديها كمان تصويبة من بره منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي، والنتيجة بقت 3-2 وحسينا إن الماتش هيعقرب. لكن بن شرقي بيقف على ضربة حرة مباشرة بتألق رهيب جدا، يحطها في زاوية ميتة للحارس. صراحة يعني ضربة ثابتة عالمية، ما نقدرش نقول أكتر من كده. وبتنتهي المباراة بفوز كبير للنادي الأهلي 4-2، يعتلي بيه الصدارة زي ما قلنا بالشراكة مع المصري والزمالك. وبمباراة أقل إن شاء الله الأهلي بعد التوقف الدولي هيلعب المباراة الزيادة ونعتلي قمة الدوري، وكلنا عارفين لما الأهلي بيطلع فوق ما بينزلش تاني.